هنا جبت لكم ساندويتشات بالخبز المنفوخ، يجوا فارغين من الداخل ويجوا بزاف خفاف. السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير. لا ننسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا راح نجيبو غاسيبيون، راح نديرو كاس حليب دافي، مغرف تاع خميرة الخبز ومغرف تاع سكر، خلطوهم مليح هكا بالفوي، من بعد نضيفو معاهم ربع تاع زيت، ومن بعد نخلطو شوية بالفوي. بعد ما خلطنا هكا بالفوي، هنا راح نبدو في الفرينه. ان الفرينه لازم نغربلوها، نضيفوا الفرينه. هنا ضفت ربع تاع خميره الحلوى، يعني غير ربع مغرفه صغيره، وضفت معاها الملح، ونزيد نكمل يعني بالفريمه، عفوا بالفرينه، ونلم هاد العجنه تاعي غير بشويه هكا حتى تنتلم معانا هاد العجينه. هاد العجينه اللي نخلوها شويه طريه، ما نقصحوهاش، معليش تقعد تتلاصق معانا في اليدين، باش هذا الخبز تاعنا هذا المنفوخ يجينا خفيف. هنا بعد ما نلموها مليح، نخلو العجنه تاعنا تريح بمده ربع ساعه كيما هكا، نخلوها تريح. وبالنسبه لافارس انا راح ندير هنايا درت الدجاج، يعني درت له لي زيبيس تاع الدجاج، درت له لا موطارد، فلفل اسود، كركب، يعني كاع لي زيبيس لي يوالموا الدجاج، ونخليه يتمارينا. هنايا بالنسبه للعجينه تاعي بعد ما ريحت راح نقسمها هنايا على ربع يعني خبزات. نبدا هنايا بالخبزه الاولى، حلها غير شويه، حلهاش بزاف، مراش نرققها هنا بزاف، حلها غير شويه. وراح نجيب هنايا حليب، يعني طبسي يكون فيه حليب، والطبسي الاخر يكون فيه جنجلان. الجنجلان تاعك لازم يكون مقلي كيما هاك. ندير هذيك الخبزه تاعي نديرها في الحليب، ومن بعد كي نرمضها في الجنجلان كيما هاك، ونزيد نحلها يعني بالحلال كيما هكا، نحلها شويه بالحلال. بعد ما نحلها ونبدا نقطع فيها، نخلي هذه العجنه تاني كتريح، يعني مده 10 دقائق هكا حتى نكمل، يعني نكملهم كاع. ونبقى نبدا بالاولى، نبدا نقلي في هكا، يعني حليتها قسمتها في الوسط، وكل واحده قسمتها على زوج. هنايا درت الزيت تاعي يحمى، وراني نقلي في الحبه تاعي ونقيس عليها الزيت من الفوق، يعني لازم تقيسي عليها الزيت من الفوق هكا. نبداو نقيسو عليها هكا الزيت من الفوق حتى تشوفيها تنتفخ معاك. شوفوا القوام تاعها يعني جا ما شاء الله، بدات تنتفخ معايا هكا. تكون الخبز هذا تاعك يكون ناجح، كي تشوفيه ينتفخ معاك عارفين بلي راه الوصفه يعني راهي ناجحه، باش يجيك خفيف من الداخل ويجيك فارغ. انا درت هاد الحبات صغار، وهذيك يعني انا قلت لكم درت ربع خبز، وهذيك الخبزه التاليه تقسمتها غير على زوج، يعني درت هاد الحبه الكبيره، درت كيما هكا زوج حبات كبار، وخليتهم هنا يبردوا. وهنا قليت الدجاج تاعي، كنت دايره ديجا مقله تاع بطاطا تاني قليتها. هاي الحبه الكبيره اللي قلت لكم عليها، شوفوا هنايا هادوك الصغار. انا راح نحل معاكم تشوفوها من الداخل كيفاش تجي. شوفوا يعني فارغه ما شاء الله، وجا خفيف بزاف. هنا بعد ما نفخسي هذا الخبز تاعي راح ندير هذا لاصوص معاه. هنا شا عندي في لاصوص، هنايا عندي بو تاع ياغورت طبيعي، درت هنايا واحد ياغورت طبيعي بهذيك نفس العلبه تاع الياغورت. راح ندير نص تاع زيت هاكا، ندير نص زيت. ونجيب الفرماج، انا عندي الفرماج تاع البيدو، درت زوج مغارف كيما هكا معمرين. واللي عندها الفرماج تاع يعني تاع مثلثات تقدر دير ربع مثلثات حتى الخمسه. هنايا درت الملح، وزدت هنا شويه فلفل اسود. واللي بغات دير الثوم يعني تجي فيها الثوم ما شاء الله، انا ولادي ما يبغوش الثوم. وتاني كتزيدي ديري المعدنوس، انا المعدنوس ما عنديش. المهم هي هكا وتجي ما شاء الله. واللي بغات تضيف يعني الثوم كيما قلت لكم والمعدنوس تزيد دير لها. ونبدو هكا بالبراميكسير نطلعوها مليح حتى تشوفوا القوام تاعها. شوفوها ولا القوام تاعها يعني تجي ما شاء الله، يتوالم كاع لي ساندويتش. تاكلوها هكا مع الخبز وحدها، يعني تجي ما شاء الله. هنايا بعد ما كملتها نبدا هنايا نفخسف لي ساندويتش تاعي. شوفوا انا قربتها لكم تشوفوهم مليح. انا راح نجيب شويه من هذيك لاصوص نديرها كيما هكا، ونبدا ندير هنا في البطاطا، ونزيد ندير تاني هذاك اللحم اللي كنت قليته،
وندير هكا تانيك من الفوق شويه تاع لاصوص باش ما تجيناش ناشفه. شوفوا يعني المنظر تاعه جا ما شاء الله. هذا يجي خفيف يوالم يعني ديروهم هكا في الحشا مع قرعه ليموناد وانتي سلكتي حشاك، ولا تدوهم هكا معكم للبحر تانيك. هذا ما يبغوا ولادنا، يبغوا غير لي ساندويتش وحاجه خفيفه. تاني نزيد معاكم هنا حبه، وهذيك الحبه الكبيره تانيك عمرتها في الاخير، عمرتها يعني كما قلت لكم درت 2 حبات. كليتها حبه، هذيك الحبه كليتها انا والزوج، قسمتها انا وياه، بصح الحبه الاخرى صدقوني ما كليتهاش واصلا ما فاقسيتهاش. هنايا بعد ما كملت هذا هو الشكل تاعه النهائي. شوفوا المنظر تاعه كي جا ما شاء الله، جا رائع. اتمنى ان شاء الله برك يعجبكم وتجربوه مع وليداتكم وتفرحوهم. وهذا ما يوالم يعني في هذا الحمان. ان شاء الله نتمنى برك تكون عجبتكم هذه الوصفه وما كنتش طولت عليكم. واللي وصلت معايا هذا لا فيديو نقولها ما تنسانيش بالجيم والاشتراك في القناه كي يصلها كل جديد. وسمحوا لي على لافوا تاعي شويه راني مغربيه، ان شاء الله نكون خفيفه عليكم ما كنتش طولت عليكم في هذا لا فيديو. نقرب معكم هنايا وحده تشوفوها مليح يعني عن قرب، ان شاء الله برك تكون عجبتكم. شوفوا يعني تجي ما شاء الله، ما تجي كبير هذا الساندويتش، ما يجي كبير ما يجي صغير، يعني يجي كيما نحنا متوسط الحجم، واللي يدي وحده يكملها. ان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر باذن الله في وصفات اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع الف سلامه.